السؤال انت تسال الناس كلها، اريدك تحكي لنا قصه قصيده. انا حكيتها لا حكيتها. لا يعني لا فد شيء بقصه، وحصريا بالبرنامج مال آية بطيخ بهذا اللقاء. احكي لنا قصه بيت، يعني اكو بيت الا بقصه مو الا عاطفي وهذا وتركت وما اعرف شنو. انت مشاكلك هوايه بالوسط واخبارك يمي لا عرفها، والله بس مو من النوع اللي يسوي فضايح وهذه وتكتب على الفيسبوك. احكي لنا قصه بيت لان وها اريد قصيده نسمع. ياخذ الدرب زين يلا. اي هاي ياخذ الدرب. باع انسداح، صار ضيف بعد. مو انا قبل فتره يعني مو 3 سنين اصلا مقدم يعني. فاجأتني. لا فشي يعني ما حد يعرفه. قبل فتره حكيت قصه، فما معقول انه هسه راح اعيد القصه نفسها. لا مو نفس القصه، صارت قصه جديده. مو شغله قصه جديده، هي اغلب القصائد هي مرتبطه بموضوع معين. جديده بالطرح قصدي، مو جديده بالتوقيت يعني. يمكن مره من المرات وين الاضاءه الصفراء الموسيقى لا فتره بصراحه الفتره اللي كنا نلتقي بها انا وغسان، طبعا هاي الفتره انا كلش اعتز بها بصراحه. انت من اصدقاء غسان المقربين، الجمهور حتى يعرف يعني. من فتره طويله يعني، وهي تقريبا تجربتنا طورت سوا. اي فحتى مشاكلنا العاطفيه كنا واحد يسولف للثاني. زين. وانا اعرف كل هواي تفاصيل يجوز حتى انتم ما تعرفوا ولا تحتاجوها بيوم من الايام. ان شاء الله. تمام. ان شاء الله تسجيل نسجل لك اياه. فبهاي الفتره كان عندي علاقه بانسانه وكانت مسويه بصراحه وياي موقف كلش قوي. سيء لو يعني موقف؟ لا موقف سيء بصراحه. اي اكو مواقف الانسان يخليك بيها انت ما تقدر وراها تفكر انه تراضيه او تستمر وياه. لا يعني خلاص لازم كانت يصير. لازم لان الموضوع بصراحه تحس بيه اهانه لك اذا استمريت، بس بالتالي انت ما تقدر بدونه. يعني هاي المعادله الصعبه كلش صعبه، انه تبين انه الاحتياج والرفض بنفس الوقت يعني. فهذا الموضوع مريت بيه، ما اريد احلف بس بصراحه يعني صرت امشي انه انا رايح لهذا الشخص. وبهاي الفتره تعيش هاي الحرب الداخليه ماكو، انه لا شلون انت صار بيك فلان موقف، هو على الاقل ما حاول يراضيك اصلا ولا حاول انه يصلح موقفه. زين انت يجوز راح تتجاوز هذا الموقف، على قولة الاستاذ طالب الدراج يقول وبي عن ما وجهه ماكو شراي. فاكو ناس هو يتنازل بس من يقول ان المقابل راح يقبل بالضبط وهو جارحك اصلا. اي فخاف انه بعدين وارجع. فانكتبت القصيده انا بيها طبع قبل ما اكتب قصيده انا اسمع هواي شعر وهو اسمع اغاني، اذا اكو شيء يعني يلبي حاجتي ما اكتب اكتفي به. فبصراحه بهاي الفتره ما لقيت الشيء اللي يلبي هذه الحاجه، هذا الصراع الداخلي. فكتبت هذه القصيده اللي هي تقول ياخذني الدرب وارجع واقول لا، واحس قلبي يقول لي شلون تاليتك، وجر جدمه ويجرني وبين ما تفض يلقى الروح راحت وصلت لبيتك. نهر ذل الدرب شي عبره يا مهيوب، وغابت موت بعدك وانا هديتك. اجيت تندمت رديت جاني الموت وما ادري جيتك ما ادري تانيتك. والله مرطع من الندامه وضقتنا بطعمين، لين ذبت بهواك ولين جافيتك. الحد سحق الكرامه الخلق طال وياك، وانا لقيتك بدي فوقاها مشيتك. ما ترهم ورد وجروحك بالروح، يكرهن الورد لو هيك سميتك. ولا اقدر بعد عاقول اقول عليك، اذا عاقول ليش هواي شميتك. الله وتنعتني بقفص يل طاير بصحراء، اذا ما مش غصن مسلوبه حريتك. مو حكيك وعينك بين لي الشوق، حتى اقنع عشق مثلت شخصيتك. فك بردة ضلوعك قلبك المحتار بخجل، بين لي راسه وقال لي حبيتك. قلم روحك بدي وورقه جسمك كان وقصيده، تكت صور باحساس خطيتك. وهسه اللي ياخذك يقراك بالله شلون انا اللي كتبتك وانا اللي قريتك. كنت بيده ورحت لما اللواه البين، بس هسه تبت بيد الله خليتك. وسلامتكم. الله عليكم. الله عليكم. استمتعت وياكم يا ربي، وكل الناس تستمتع بهالحلقه. على فاضل راح اخلي الختام يمك. ايش راح توجه كلمه لجمهور قناه دجله؟